مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الأشورية. اليوم سوف نبدأ بالحلقة 13. أبونا عرض لنا شو عندك تعلمنا اليوم. يلا. نعم. كبر لنا هذا. صحيح. كبرها كبر ما تقدر. هلا كبر ما تقدر. أيوة، فارم عليك، لأنه ناس طالبوا اليوم. كتب قالوا احنا مش عارفين نشوف الخط. حقهم. خلي يكبر وبعدين كمان شوية. أيوة. كمان شوية إذا بطلع بيدك. أيوة، عفارم عليك. هيك منيح. هلا هذه خلي هيك منيح. هيك منيح. أيوة. اوكي. نرجع. نزل كمان شوية الشاشة يا أبونا. الشاشة شوية لأنه مبين عندك. لا. على كل خلي هيك ماشي. يلا بعيد. خليك هيك ماشي. بلاش هلا ولا اعدادي، لان بدنا نحكي عن اسم العدد او العدد يعني. طيب ابدا من الاول ابونا. ابدا. هذا اسم العدد. خلصنا نحن بالاسم طبعا، وشفنا كثير من الخصائص الاسم، وشفنا الجمع كان بالنهاية بالأخير، أنواع الجمع، جمع السالم وجمع التكسير. هلا نجي على موضوع آخر من الاسم وهو العدد. اسم العدد نسميه اسم العدد شمة دمنيانا. شمة اسم، دال هي للإضافة، دمنيانا اسمه العددي. أوكي. أيوة. منيانا قلنا هاي جتي لنا منيانا هذه كلمة. لأنه أبونا أستاذنا كان يقول منا، يعني هو شيء عددي. صح أستاذنا. لهيك هلا قلت لي شمنا دمنيانا. أيوة. دمنيانا. منايا يعني يعد أو يحسب يعد. أيوة. منيانا والعدد. أيوة. أوكي. فاسم العدد هي الكلمة تدل على الكمية العددية للاسم، وهناك نوعان من الأعداد: العدد الأصلي أو العادي منيانا عيادايا، والعدد الترتيبي منيانا صدرايا. ترتيب يعني بالترتيب اللي أيوة موجود بالعربي نفسه. نجي أولا العدد الأصلي منيانا عيادايا. يعني عديادي عادي. ويستخدم لتبيان أعداد الأشخاص والأشياء كما يلي. أولا، في الأعداد من 1 إلى 10 صيغة المؤنث تختلف عن صيغة المذكر، مثل العربي تقريبا. بالتمام. العربي هو، ولو نحن كثير من عندنا، وأنا خليته بعدين ملاحظة، ما نستخدم حتى صيغة المذكر حتى للمؤنث، حتى في الأعداد من 1 ل 10 للسهولة، لأنه شيء هاي ثقيلة هاي الأخرى. المهم بس هي هذه قواعد لازم نقولها يعني. أيوة. فأنا عملت هيك، عملت أيضا جدول الاسم المذكر طبعا، أعداد المذكر واللفظ والمعنى. المؤنث اللفظ والمعنى. تمام. المؤنث والمذكر، لأنه تختلف الصيغة في من 1 إلى 10 بين مؤنث ومذكر. فعندنا عدد الأول هو خاء، واحد يعني خاء. شوف خاء بالهذه خاء أليف خاء، وهو معناه واحد. والمؤنث ما بتاعه تصير غداء. شوف هذه الدال ليش ما نمسحها؟ لأنه حطيت عليها الشرطة. حطينا شرطة ما تنلفظ، لأنه بعدين تنلفظ في المؤنث. فإحنا عندنا قسم من هذه كان قالوا لا ما كل زون نكتبها خاء أليف نحن أيضا، يعني خاء خيث وألب. بس بعدين صارت مشكلة إنه زين دال شلون تجي تشتق منها، لأنه الأصل هو المذكر عندنا بعدين شيء المؤنث. فهي تنكتب هيك حتى بالقديم، الأشهر القديمة والسرياني القديمة إيش ما تقول، هو هيك يعني دال، بس دال مصمطة يعني ما تنلفظ. أيوة. خاء هون تبين بالمؤنث غداء. شوف خاء عليها سكون ودال أليف، غداء واحدة.
تعرف ما هو في القرآن في آية تقول قل الله أحد. راح نجي على الأحد. نجي أيوه. شو الأحد شلون نوع من من الهادي من العدد. أيوه. تري 2 تري تاء عليها سكون والراء كسرة وبعدها هاء عليها سكون. تري 2. ومؤنثة تصير ترتي، تدخل هاي التاء التأنيث هون. ترتي. اثنتان. 3 3 ومؤنثة طلات مثل بالعربي 3. أيوه. 4 باء أيضا ساكنة والراء ساكنة. وبعة 4 تصير 4 مثل العربي 4. أيوه. 5 أيوه. خاء ساكنة وشاء. 5 خمش تصير خمش. 5 نساء 5 رجال. عجيب، عكس هي طبعا. اشتا 6 يعني اشتا فتصير اشت 6 بس بالعربي هاي مثل العربي تقريبا من 1 إلى 10. 6 نساء احنا بنقول. ايوه 6 نساء 6 رجال 6 نساء. نحن اشتا أرزة اشت بختات. هل أبونا هذه القاعدة أصلية بالسريانية ولا أجت بعد العربية؟ لا هي أصلية قديمة. بالحديث نحن قسم من عندنا يعني نتجاوزها، بس هي أصلية موجودة بالأصلي بالنحوي باللسان الكلاسيكي باللغة الكلاسيكية. لأن أنا دائما أسأل من وين جت هاي القاعدة باللغة العربية. إيه أنا واضح إنها جت من السرياني. ممكن جدا. إيه لأنه إحنا مستغربين إنه العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. شايف غريبة. غريب الأمر. أنا كنت دائما أشوفها غريبة. فهلا فهمت إنه هلا فهمت إنه هاي جتنا من السريان. أيوة. أيوة. فهمت هلا إنه المشكلة إحنا ورثناها عنكم هيك. الظاهر أكيد. أو بجوز هي اللغات السامية هي أصلا هيك، بس مش عارف ليش. ما بعرف شو السبب يعني. لو أستاذنا كريستوفون كان سألناه شو من وين جت هاي المصيبة. أنا يمكن يعني لما بديت أقرأ اللغة القديمة نحن خاصة جماعتنا ما نستعمل هذه، نستعمل الصيغة المذكرة حتى للاثنين. من ناحيتنا نحن يعني منطقتنا اللي كنا في هذه. بس بعدين لما جيت بالقديم شوف هيك لهذا شفت عرفت أنه قسم من الآشوريين المناطق الآشورية تستعمل هالصيغة إلى اليوم. أيوة فهمت. لأنه الأصلية هي هذه. أوكي. شوعة 7 شوعة. شوف شين هذه الباء هي على تحت نقطة تصير واو. شوعة. أيوة. تصير شواء 7. أيوة. 7 أيوة. شواء. وثمانية تصير 8. شوف تاء ساكنة ميم أليف 8. أيوة. تشبه 9. أيوة. تصير تشع 9. شوف أيوة. تشابه كثير. أيوة كثير. تسين شين. أيوة. وأسرة هي 10 تصير أسر 10. شوف نفس الشيء. أسر صار. يعني بحطوا عليها الشد انتوا. أيوة أسر تصير أسر. أيوة. أسر. شوف هوني بالعكس السين بالسرياني وشين بالعربي. هوني بالعكس. أيوة. شين بالسرياني سين بالعربي. صحيح.
تتبادل هاي غريبة هاي الأمر فعلا فعلا فعلا. تبادل. أنا ما انتبهت، عفار من نبهتني. إلا شفت هي مثلا مرة أقول لك أنه السين والشين الخاء والحاء العين تتبادل بالعربي وبالسرياني تتبادل. أيوة هلا فهمت. هسه فهمت. هسه زين. اوكي، ملاحظه كتبت يمكن استعمال صيغه المذكر المؤنث ايضا مثل ما قلت لك. نحن اليوم كثير عندنا ما نلتزم نستعمل نفس الصيغه للاثنين. صيغه المذكر مثلا نقول بدل ما نقول خمشة قورة يعني 5 رجال وخمش بختات، نقول لا 5 قورة و5 بختات نفس الشيء، يعني نستعملها صيغه خمشة. ايوه بس هي يعني نحويا غلط، يعني ما يصير. ايوه ما يصير. عندما نجي نكتب شيء جدي لازم نلتزم بالقواعد طبعا بس العربي. اوكي. اما الاعداد من 11 فما فوق فتستخدم صيغه واحده لكلا الجنسين فيها، يعني فيها شوف كان عربي. ايوه فيها صيغه واحده لكلا الجنسين. اظن هو العربي ابونا هو 11 رجل. الأول هو بضل مذكر والثاني بصير مؤنث. أيوة العربي صح. أظن هو 11 امرأة. صح لا 11 كيف؟ أظن، بس بدي أرجع للقاعدة العربية لأنها معقدة كمان. أيوة. لكن أنا ما بقول 11 أو 12 أو 15 أو 15 16 بالضبط 17. أيوة هون نحن هيك من 11 فما فوق. هاي صيغة واحدة. حلو، هاي أحسن. طبعا اليوم الإنسان طبعا قد ما يقدر يسهل الأمور تسهيل. أيوة. فعندنا رقم هون، حطيت رقم العدد هو خادع سار معروف يعني 11. خادع سار. خادع سار واضح. سمي خدسر سمي عين مال الفضاء تقريبا. خدسر. وترع سار ايوه تلتع سار ايوه يعني سر هاي يعني 10 صار. ايوه مع 3 مع 4 4 سر 4. ايوه 5 سر ايوه اشتع سر شوع سر 8 سر تشع سر. هاي ما طالعه تحت، لازم تكون نزلان نقطتين بعدين اعملها لان ما اقدر اغير شو اسمه. حطها بالاحمر مشان تنتبه ليها. اريح لك حطها بالاحمر. لازم خليها راح ارجع لانه بتنساها ابونا، صعب تجي لا ما انساها لان دائما ارجع انا. تشعسر اسري 20 اسري طلاتي 30 أربعي. ما نقول 40 احنا أربي نقول أربي. 40 خمشي اشتي شوعي ماني تشعي إما 100 إما ترمة 200 ترمة هاي طبعا تتشدد كل هذه. ترمة أربمة ما تلفظ لفظ هي ما ساكنة. أربمة خمشمة اشتمة اشتمة شوامة 8 تشامة ألبة هذه ب مو ب
لكن طبعا بالعربي هذه الباء مشددة. ألبا بيب. ألبا تري ألبا 2000 تري ألبا يعني 2000 2000 2000 نحن ما عندنا مؤنث مثنى. تري ألبا 2000 إسراء ألبا 10,000 إسراء ألبا. دائما ألبا تبقى ألبا مذكر مفرد فألبا جمع فتبقى هي ألبا. أما ألبا 100,000. خامليون خلي الخدوي عادي. خامليون إسرى مليونه. شفنا الكلمات الأجنبية كيف تجمع، جمع تكسير كان بإضافة كسرة طويلة على الحرف الأخير والألف الختامية. إسرى مليونه. شو خامليون إسرى مليونه. مليون واحد 10 ملايين. أيوة. إما مليونه. إما مليونه. مليار. مليار كلمة أجنبية. مليار. إما ملياره. ألبا مليار. ألف مليار. ألبا مليار. ألف مليار. أيوة. يعني أيوة. بليون شو نسميه؟ أوكي. بليون. مليون مع بليون مع شو نسميه. المهم نحن هيك ما عندنا بليون. هاي الأعداد. أيوة. نجي على الأعداد الأصلية الاعتيادية. نجي على العدد الترتيبي. أيوة. منيانا صدرايا. أيوة. صدرا يعني مرتب. صف كيف صف. تسلسل يعني تسلسل. أيوة. منيانا صدرايا. أيوة. العدد الترتيبي يستعمل للدلالة على مرتبة أو ترتيب الاسم، وله صيغتان. عندنا صيغتين. الصيغة الأولى سكيما قدمايا. سكيما صيغة أكيد جاية من اليونانية هي الكلمة سكيما. أيوة. سكيما قدمايا. أيوة. وتصنع من اسم العدد الأصلي بالشكل التالي. مثلا تليتايا من طلاطة هو 3. تليتايا ثالث يعني تليتايا. راح نجي بعدين نسوي أنا قائمة أخليها كل صيغتين وواحد. عفارم مليح. شوف أيوة. بس هون يقرأها هيك سريعا. رويعايا من 4. من رابع من 4. أما العدد واحد. الرابع أيوة. الرابع خليها ألف لام. الرابع أحسن. أيوة. الرابع يكون الثالث. أوضع الثالث. أيوة. أما العددان 1 و2 فيشذان عن القاعدة كما في كثير من اللغات. إذ أن واحد خاء يكون قدمايا. أيوة اللي شفناه فوق. واحد الأول قدمايا. أيوة الأول أبونا يعني قدمايا هو المتقدم مش هيك؟ المتقدم الأول. قدم على الجميع فهو الفاتح. يجي قدام. نعم اللي يجي قدام الكل. أيوة صح. قدمايا. أيوة حلو. والثاني تري يكون تريانا. أيوة. تري تصير تريانا أي الثاني. واعلم أن أسماء الأعداد هذه تتبع لقواعد التذكير والتأنيث والإفراد والجمع مثل الصفات. فمثلا نقول قدمايا قدميتا قدماي أو الأول الأولى الأوائل. تمام. أيوة. تريانا تريانيتا ترياني الثاني الثانية الثواني. تليتايا تليتيتا تليتاي الثالثة الثوالث وهلم جرا. واعلم أننا نستعمل هذه الصيغة للأعداد من 1 حتى 10 بالإضافة إلى الصيغة الثانية أدناه. أما للأعداد من 11 فما فوق فتستعمل الصيغة الثانية فقط. شو هي الصيغة الثانية؟ هاي نجي عليها. الصيغة الثانية يا سيدي هي سكيما تريانا. الصيغة الثانية وتتم بإدخال حرف دال ساكن على اسم العدد الأصلي. هون تتبدل بس دال تدخل عليه. أيوة. فتخليه يكون شو اسمه يعني ترتيبي من بدل اعتيادي. أيوة فهمت. وإذا كان الحرف الأول للاسم ساكنا نعطي حركة كسرة. هاي مرتين. حركة كسرة قصير
أي زلامة قصير للدال، هذه للدال. أيوة. مثل تخا يعني الأول، الواحدي تخا. بدل ما نقول قدمايا نقدر نقول تخا، يعني تسلسل الفلان هو تخا، يعني هو الأول، هو قدمايا. أيوة. الدتري شوف هوني تاء اللي يبدأ بها الاسم هي ساكنة، فلذلك نعطي زلامة قصير يعني كسرة قصيرة اللي هي الدال. دتري تصير بدل دتري حتى نقدر نلفظها، ولا ما تنلفظ صعب. ودتلاتا تأمة المئوي، المئة. دألبا الألف. تأمة وأسري وخمسة، هاي كأمثلة جبتها. تأمة وأسري وخمسة، أي الواحد هذه 125. تمام. أسري خمسة، هي كان حتى واحد خلف الثاني، بس المهم جمعتها العربي مع بعضها. فهلا شو اسمه تبين اكثر بهاللوح هذا. وفي اللوح التالي امثله لاسم العدد الاصلي والاسم الترتيبي بكلتا الصيغتين، مع طبعا هذه حلو. هون عندنا الرقم، هاي واحد. خا العدد الاصلي، قدمايا الصيغه الاولى الترتيبي، تخا الصيغه الثانيه ترتيبي العدد الاصلي. ايوه. وعندنا بعدين تري، تريانا، دتري، لاتا، تليتايا. دي هاي يعني مثل ما في كلمات أخرى دي يعني تاء. أيوة بالضبط، بتاع اثنين هذا، يعني الثاني يعود لي اثنين. هاي حلوة اللغة. أربعة. هاي طريقة مسوية داخلية طبعا لا موجودة حتى بالنحوي، موجودة بالقديم. 4 5 خميشايا خمسة. أبونا فقط سؤال، أنتم بالعراق بتقولوا فد؟ فد 4 يعني فرد واحد، يعني فد ستكة يعني فد 4. كيف؟ فد 4. لا هذه دال مو فد، هذه دال مال 4 بتاع. أما فد معناه اشتكة. فد بالعراقي فد واحد، فد ولد، هذا فد واحد يعني. أيوة. لأنه كنت أصدقائي العراقيين دائما يستعملوا فد كثير استعملها. فد واحد، هاي شفت فد واحد، شفت فد رجال، شفت فد أيوة. هذا شلون فد رجال، هذا هيك يعني كثير استعملوها فد. أيوة. هي أظن من الفرد، يعني فرد. أيوة فد. أيوة. دشتا بتاع 6، هذا بتاع 6. ممكن أيوة. ترجمة حرفيا، بس طبعا ما ترجمة. أيوة حلو. معناها السادس يعني. 8 تمينايا دتمانية. أيوة. 9 تشيعايا التشعة. 9 أسرع سيرايات أسرع. قدسر من هون من 11 ماكو بعد الصيغة الأولى هذه. بس الصيغة الثانية نستعمل. خدعسر تخدعسر، ترعسر دترعسر، 13 13، 14 15، 15، 16 16، شواصر، وهذا مجرا هي يعني هذه سهلة. هي أسري وخا يعني 21 أسري وخا. انتوا يعني بتحطوا العدد الكبير بالاول والعدد الصغير بعدين. ايوه نعم احنا نقول 21. ايوه لا هاي زين هم ملاحظه. لا 20 وواحد. اما بتعرف ابونا بالكتب القديمه بيعملوا هيك بالعربي كانوا. وهي اكثر منطقيه مع اللغه العربيه ايضا، اللي تقرا من اليمين لليسار. ايوه من اليمين يسار، فلازم نقرا قبل هذا بعدين هلا. بالايطالي وبالفرنسي نفس الشيء، 22 23 24. صح بس بالالماني العكس ابونا. ايوه بس بالالماني عكس مثل العربي. ايوه 21. ايوه 23.
ايوه مثل العربي اليوم. العربي اليوم غريبه هاي الاعداد غريبه، اللغات كيف عملوها هيك. شلون تداخلت وكان طلاتي وهلو مجرة. تريم بعد تريم ما 300 يعني 300 400 4 ما. ايوه وهكذا 8. فكل الآلة سهل تصير كلها مليون ألف ألبا تألبا مليون دمليون مليار دمليار هيك وهكذا. حلو. هون أنا عملت في التمرين في نهاية شو اسمه حتى واحد يتمرن على شو اسمه. أيوة. بعض أيضا معلومة من المعلومات المفيدة هذه تمرين على استعمال الأعداد الترتيبية الاثنين الصيغتين يعني. فقلت مثلا وحتى أخذت الأشهر اللي احنا عندنا الآشورية والأشهر الرومانية هي مو نفس الترتيب تمام. من هاي نشوف نيسان يرخى قد مايلة أو بين قوسين تخايلة تخا أو قد مايا أو تخا بشيتا آتوريتا إينا روي آيلة 4 بشيتا روميتا من الرومانية. شوف رومانية هيك يكتبوها بالهاء بعد الراء هاء هذه حتى ليش لا تتخربط مع العلا روما يعني علا تشبه رومة فعلا روما تكتبوها بالهاء المصمتة شيتا روميتا أي نيسان هو الشهر الأول يرخى قد ما يلي. شوف هو جدي بعد نحن شوف الفعل جاء بعد الاسم يرخى قد ما يلي. شو يعني يلي؟ يعني شهر أول هو أيوة شهر أول هو مو هو شهر الأول. شوف دائما نحن هذه نستعملها بالعربي هي مشكلة. مثلا الشهر نيسان الشهر الأول في السنة ممكن تقول بلا هو تمام بالعربي. أيوة بس نحن لا. وهذه شوف بالقرآن كان من تأثير السرياني أيضا دائما كان يستعمل شو اسمه الضمير اللي نسميه أو الفعل كينونة مع هذه وزيادة طبعا. أبونا اقراها هاي الكلمة الرابعة كيف تقراها بالسرياني الرابع الأشوري فوق آية. لا الكلمة الرابعة من اليمين 1 2 3 4 هذه إيلة هي أصل راح نجي عليه بالفعل هو فعل الكينونة ويستعمل كفعل مساعد لكثير من هذه. وهون هو هون لا فعل رئيسي هو يعني نيسان يرخى قد مايا إيلة كان نسوم. فلما يجي مع احنا بنحكي بالفلاح عندي يلي ممكن ممكن ماخوذه يعني الذي نيسان يرخى قد مايا له أو اللي شفته الرجل اللي شفته ويلي شفته يعني الذي هو ايوه إيله هو إيله هي يلي تمام هي يلي يرخى قد ما يله بشيتا آتوريتا أي نيسان هو الشهر الأول في السنة العاشورية بشيتا آتوريتا. وإينا لكنه إينا رعاية هاي اللي شفناه في القرآن إينا مرة شفناها إن لكنه أيوة لكنه الرابع في السنة الرومانية رعاية بشيتا روميتا. هاي فقط هيك التطبيق. كانون يعني كانون قد مايا ليش صارت هيك يرخى كانون يرخى قد مايا شو يعني يرخى شهر يعني يرخى. تعرف أبونا في هناك ثورة ما بين الأسطر. تعرف شو
الثورة انترلينير بسموه بين الأسطر، يعني بحط النص العبري وتحتيه الترجمة الحرفية بالعربي ولو إنه لا يتفق مع اللغة العربية. يعني تريد تعملها هيك أنا؟ مثلا أنا بعثت لك الثورة بالعربي والعبري. صح شفتوها. في على اليمين هم حاطين الترجمة الصحيحة، وبعدين علشان واحد يتابع كلمة كلمة عملوها هيك. ممكن اعملها انا بالهذه، شفت بالابجد هوس عملتوها هيك بس. راح اعملها هاي. خوش، شكرا على الملاحظه. راح اعملها حتى ولو انه ما بزبط عربيا، لكن هو يعني بنشوف كيف تركيبة السرياني هيك. ايوه، اسهل يكون المقارنه تكون اسهل. ايوه شفت علي؟ صحيح علي. فاعملها ما اعرفش كيف تساوي يعني، بس هم زبطوها منيح باللغه هذا بالثوره العبريه والعربيه. نعم. كل كلمه تاتيها الكلمه العربيه بالتمام. ماخوذه هي هونك. انا كنت اتساءل انا هذه منين جابها. مره قبل 7-8 سنين كان انا كتبت مقال في الويب سايت بتاع عنكاوة.com. اكو ويب سايت مسيحيين عراقيين، عنكاوة.com. عنكاوة هي اسم قرية كلش حلو جميلة. فجماعتهم كانوا هون بالسويد، هي عملوا هاي عنكاوة.com. فكتبت مقال، يكتبون مقال الناس كثيرين يعني كتاب من جميع هذه بالعربي، على اكثر بالعربي يكتبون شويه، يكتبون ايضا بالسرياني بالهذه الاشوري غيرها. فكتبت انا بالعربي طبعا مقال الاشوريين في الكتاب المقدس، هاي موجود على القناه ايضا. حلو. الاشوريون في الكتاب المقدس، مقال كان، مو كان شريط فيديو. فهاي وصار هو يعني صار هجمة علي من المتسرينين يعني سريان. لا هاي مو اشوري، ما في اشوريه وما هو بالكتاب المقدس هيك. انا ما جايب من نفسي كذا، جبت يعني نصوص انه كيف هي ذكرت تقريبا، كم مره ذكر اسم الاشوريين في الكتاب المقدس. هاي يعني ابونا عندكم متعصبين مثل اللي عندنا. لا في متعصبين من كل الجماعات متعصبين. يكون ابونا صوتكم لا يكون العرب متعصبين صوتكم بسببكم. صوتنا نحن تعلموا من عندنا. ما اظن كنا احنا تعلمنا، ما اعرف يعني تعلمنا فقط تعلمنا الكل. هو تعرف انه يقولون ان العنصريه موجوده في كل البشر، بس هي اذا تكون الى حد معين اوكي، بس اذا تكون كثير يعني تطرف يصير هي المشكله هونك، تصير مضره. ايوه هيك. فكل شيء على هو مليح في حدوده. فهيك شايف هذه. وعندنا كانون قد مايا. لا صحيح، عندنا كانون قد مايا يعني كانون الأول. أيوة. كانون قد مايا يرخى شهر شيعايلة. التاسع هو التاسع هو شيعايلة، أو الصيغة الثانية تشعيلة بشيتا آتوريتا في السنة الآشورية. في السنة الآشورية. كيف تقول السنة بالسريان؟ شيتا وباء بشيتا في السنة. شيتا هي سنة، بشيتا باء يعني في السنة تصير. الباء هذه تستعمل كفي بالعربي، ممكن ترجمة ومترجمة في مناطق أخرى بي بالسنة. فإذا كان استعملت كواسطة فطبعا نترجمها بالعربي بي يعني. أيوة. أو إذا كانت هاي داخل تعني فهي في يعني. الباء هذه ممكن تصير تترجم في وتترجم بي بالعربي. شيتا آتوريتا في السنة الآشورية. إينا لكن دتريع ساريلة. شوف بعد ماكو الصيغة هاي الأولى لأنه عبرنا العشرة، فقط الصيغة الثانية دتريع ساريلة. أبونا أنت بتقرأ هنا سرياني كأنك بتقرأ لحالك. ليش؟ إحنا ما استفدت منك شيء. ليش؟ أنت بتقرأ لحالك، أنا مش عارف أتبع.
ليش مو هاي ما تشوف الاشاره بتاعتي اشاره هذه؟ لا منيح، بس انت ابونا يعني انت بتفكرني فاهم كله. شو بدك شو قول لي انا شو قاعد بدك قدامك مثل الاطرش بالزفه. شو بدك قول لي تعرف شو؟ اطلب وتمنى اطلب. انت تعرف المثل العربي يقول مثل الاطرش بالزفه. حشاك. وانا شايفه يمشي، وانا مش متبع، مش عارف وين رايح القطار. حلو. اوكي كيف اشوف؟ قول لي شلون. ماني عارف كيف القصه هاي. انت انا تركب الحمار فجاه ركبني الصاروخ. شوف اقول هيك عن جد. احاول ان اعمل هيك. شوف سهل شوي. احاول ان مش اعمل عارف هيك كيف اشوف نساوي، انجح بيها. مش عارف كيف نساوي يعني. مش عارف ندبرها. انت ابو إيه. العالمين ابونا، بس يعني انا شويه يعني مش عارف راسي من اجري بهالشغله. ليك ما ايوه تقراها خلي واحد. اعملها هيك. ايه ايه اشيل الاي ايوه يبدا عطاري. وياها. ايوه فاذا نيسان ايوه هيك يمكن اضبط. ايوه يرخى الشهر. كيف الهاء اللي هو هلا هون تجي هسه. حطها بعدين. احطها بعدين انا. لا حطها مثل بالسرياني. ولو تكون ركيكه ما بالعربي. خصنا على بركيكه مو ركيكه، اوكي عايزين نعرف الشهر التركيب الاول السرياني. هو. اذا تجي ايوه هون هو. لسان الشهر الاول حلو. هو. نيسان فارم الشهر عليك. الاول هو. انا صرت اعرف شو هو، شو بيعني في. ايوه جميل. حلو انا اشكرك على هالملاحظه ايه لانه ايه 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 ايه. انت تقول فهذه انا خلي. انت اكتب هيك. سأترجم حرفيا حتى تتعلموا الصياغة السريانية للجملة، اوكي لأنه حيفكروك أنت ما بتفهم عربي. نعم صح فاهم علي؟ صح. فأنت اعمل هاي الملاحظة حتى لا يلوموك بعدين. أنت شو قاعد هي هاي انا اخاف من هذه. لا ما هيك. هذا ما يعرف عربي. شوف لانه ما شاء الله لا جماعتنا اكتبها. شطار على ترجمة حرفية لمعرفة الصياغة السريانية الأشورية. أيوة هيك يعني اكتبها بهالشكل هيك. نعم هسه إيه فهمت علي شو القصة؟ ملاحظة. ملاحظة. أيوة الترجمة حرفية لملاحظة لمعرفة الصياغة الأشورية. تقوم بالترجمة أيوة ترجمة حرفيا. أيوة حرفيا اللي لتسهيل. لمعرفة الصياغة السريانية. الصيغة السريانية. أيوة فارم عليك. هيك زبطتها. هيك زبطتها. دلل لا يعني ما هو. كويس طبعا انت طبعا. هو انا قاعد لحالي هون بقول هو اللي بتعلم ولا انا اللي بتعلم؟ شو هو يعني قاعد بتشاطر علي بكل اللي بعرف لا خليك لحالك. لا بس استفدنا منك شيء احنا. شوف هذه حلو. تعرف كل هالحوار اللي يصير هذا راح يخلي المشاهدين المستمعين يفهمون اكثر، يبقى في بالهم يعني ينطبع بالهم اكثر. اكيد. لا في ناس قالوا لي انت بتحكي كثير خلي ابونا يحكي. بس ما انا اللي بدي ادرس مو هو. لا شو انا حاطني صفر على الشمال ولا كيف؟ لا حلو ملاحظاتك هاي تفيد المستمعين كثير. خليهم اكثر ينتبهون وتنطبع اكثر في ذاكرتهم. اوكي فاذا نيسان ايوه يرخى شهر. ايوه أدمايا الاول ايله هو. ايوه وهالصيغه هاي ماكو فنخلي. شو ليش ما في؟ ليه ما في؟ اكيد في. كيف ما في؟
بالعربي تخائلة، هاي الصيغة مال الأول ما في بالعربي. طيب يلا كمل. فخلي نعملها هيك، شو تقول؟ أيوة. نعملها ابعد المسافة. أيوة 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 أيوة. وهلا أيوة ابعد شوي. أيوة ابعد. لا خلي إيه، ابعد حتى تيجي. أيوة أيوة. في بشيتا ب هي أيوة في أيوة أيوة شيتا سنة، أيوة آتوريتا الآشورية. أيوة نحن أيوة نستعمل مثل ما قلنا تاء أيضا لهذه من بدل آشين ممكن. وهاي طبعا أنا سويت يعني فتشت عنها، بحثت عنها شلون جت. شفت أنه جاية من الصيغة الفارسية. الفرس كان بالمملكة الفارسية الأخمينية، الآشوريين كان عندهم دور كبير فيها. اكو شريط فيديو كلش حلو شفته باليوتيوب، يبين مع الخرائط والهذه هاي. فالفرس كان يسمون آشوري، بعدين صاروا يقولوا آتوري، فنحن وين آتوريتا. طيب منيح. آتوريتا الآشورية. إينا لكنه أو لكن. أيوة أيوة. ما أعرف لو أخلي لكن أحسن لو لكنه. لكن أيوة. لكن أكثر تنضبط مع أضبط. أيوة 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 لكن أيوة. أيوة. شوف أنا وين حطيت الله. ليش؟ دقيقة لازم تقسم الجملة هنا. صح الرابع. السنة نيسان هو شيتا آتوريتا. هوني يجب أن أمشي عملها هيك، وهذه أجيبها، هذه أجيبها هون بعدها. هسه تنضبط. فشايف ولو صاير بالوسط هسه ما اريد ادخل. خلي اركبها. ما اعرف ليش دائما تقفز شو اسمه كتابات. ما علينا، بدنا نستعمل 3 لغات، 3 مشكلة صحيح. خطوط مختلفة، فالكمبيوتر ده يتخربط عليه يعني. صار ذيك القصة، هذا الكمبيوتر اللي كان راح العراقي قال شكوش ماكو، فتخربط الكمبيوتر. يقول مع النكتة هذه. لا بس لما طلعوا اول كمبيوترات كبيره كان هيك دولاب كبير، فيقولون بنيويورك كان حطوا اول ما اخترعوا كان حطوا مكان وكاتبين تعال انت كل من اذا تساله هو يجاوبك. واحد عراقي كان رايح تو هناك قال هاي زينه صدق، راح قال له what there is not. ايوه الكمبيوتر قال ما سامع شيء، ما what there is not. يقول بدا تخشخ شخ 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 الكمبيوتر يدور وانفجر الكمبيوتر. مسكين فجر. what there is not يعني شكوش ماكو. ترجمها بالانجليزي العراقيه شكوش ماكو. قال له ايوه شكوش ماكو. في المشكلة. يا ابونا مشاكل. يا ابونا هو كل الغلطة غلطتي بعرف، بس يعني شو اسوي لك؟ اما شو نسوي يعني شو نسوي؟ مو بايدي. هو قلبه طيب مو بايده. كان صديقي عبد الاحد يقول لا هو قلبه طيب مو بايده. مو بايده مسكين. صح. طيب قلنا اذا نيسان شو صار؟ هذه لازم نجيبها. لو حتى من فوق تاخذها وتحطها تحت. فنيسان الشهر الاول هو في السنة الآشورية. ايوه. لكن هذه لازم انزلها، وهذه اصعدها هون. تمام. هيك لكن اينا جتي هون. لكن ولا انا شو بتساوي هي فوق؟ انا غلفتك معي. اوكي. هسه انضبط هون هيك. لكن اينا شوف لكن هلا حلوه. ايوه نشيلها من هون. لكن الرابع رواية الرابع هو ايضا نخليه حتى تصير بالضبط. هو الرابع هو
في السنة الرومانية. فهوني هذه وين الرومانية هاي جت؟ هذه راح نجيبها. هي شوف ما تنضبط استاذ سامي. هو على كل بتظبطها بعدين حسب معرفتك، بتشوف بعدين بتشوف كيف نسويها احنا. احاول انا اضبطها لانه لازم اكبر واصغر حتى تلزم نفس المسافه تكون واحده كيف نساوي واحده اصغرها واحده اكبر لغه حتى مسكين الكمبيوتر ايضا يعرف لا يقوم بعدين لا ينفجر، لا راح ينفجر. مسكين الكمبيوتر حيران، صار احتار بينا. حيران بأمره حيران. احتار بينا. اوكي قلنا كانون بعدين بتظبط هاي بعدين نظبط هاي طبعا يمكن ما مو مهمه بعدين. هذه شوفها اب بصراحه حتى يعرف اب هو اب شهر اب نفسه اب نقول. عندنا كلمه اخرى طبخ ولكن استعمل ايضا اب يرخى الشهر خميشايا الخامس. ايوه هو هذه هو نجيبه هون حتى تنطبق وياه. ايوه خامس هو في السنة بشيتا في السنة الآشورية. أيوة. لكن أيوة. الثامن هو 8 الثامن هو في السنة الرومانية. طيب منيح، هذا حلو جدا. شيتا رومانية. أيوة. هذه طيب. شوف الضبط بالضبط جاء تحت هذه. حلو جدا حلو جدا. بعدين نرتبها أكثر. بترتبها على إشوط هو شباط إشوط. أيوة. إشوط يرخى إشوط شباط يرخى الشهر خدئ سريلة 11 هو. أيوة. هو هون. أيوة. 11 هو بشيتا في السنة آتوريتا العشورية. لكن لكن ترياني الثاني هو أيضا. خليها. أيوة. في السنة الرومانية. السنة الرومانية. وهكذا نمشي آذار يرخى شهر. أيضا آذار يرخى الشهر الترعس إليه الثاني عشر هو. الثاني عشر إليه هو شيتا في السنة آتوريتا لا شورية. لكن هذه لكن كليتايلي الثالث هو أنا الروماني. أنا أبونا بدي أشاركك ربما التوراة العبرية علشان الناس يشوفوا إيش اللي أنت قاعد بتساوي لنا فيه. إيش نعني بها. شو هاي الأسطر مشان واحد وبعدين ممكن بعدين واحد يرجع له إذا يتعلم كمان العبري. وأنا كنت تعرف أنت مش عليك انت هتعمل لي السرياني المزامير مش هيك؟ نعم. انت هتعمل المزامير بس هذا صعب تعمل مثلهم. اشوف اذا انا اعرف اشاركك ابونا. خليك معي. انا حشاركك هنا. شفت ما طلعت عندي. أنا سكر المشاركة تاعتك خليني أنا اللي أشارك. دقيقة بس. سكر المشاركة تاعتك وخليني أنا اللي أشارك. خلي أشيلها. هذه أعملها. أوكي. هاي بانت عندي. شفت؟ كبرها. أيوة أكبرها شوية. شايف يعني هنا حاطين الأحرف النص التوراتي
الفصل شوف عملية صغيرة حتى تجي ما عملوها بالطريقة. هاي طريقة حلوة. على اليمين حطوا الترجمة الحقيقية، بس مو مشكلة. بس المهم هو هنا إنه بكل كلمة بالتمام الموازي لها. نعم. فاهم علي؟ براشيت في البدء. برا خلق. برا إلهيم الله. إلهيم الله. أتها شميم السماوات. شوف لأنه مالهاش ترجمة السماوات هشميم. جميل جميل جميل. ها أرض والأرض هيك كل كلمة كلمتها تحتها. حلو. شفت علي؟ انت ما اقول لك اعمل هيك بالمزامير لانه بعدين بتصير خربطه. مزامير لا، بالمزامير انا عاملها عمودين، عمود بالعربي مقابله وارقم مرقمه. هاي حلو. كل سطر او كل ايه مرقمه هي، فنفس الرقم هو في العربي وبالسرياني، فسهل واحد. انا ما عملت الترجمه الفرنسيه هيك. حلو. انا فرجيك مشان انت تشوف، ربما هي تفيدك. خليك معي خليك معي. انا هشوف لك الترجمه الفرنسيه للقران تاعتي مشان فقط تاخذ فكره. الترجمه تاعتي بالفرنسي. شوف لك ثاني واحده، خليك معي. صحيح احنا ما بندرس قاعده هذا، فقط مشان نستفيد يعني. اكري دو سامي. ايوه هنا traduction de Sami، traduction française. أيوة. وهنا أنا أقول لك الترجمة الفرنسية. أيوة. وهنا كبرة. أنت شايف الفرنسي؟ نعم تحت شايف الفرنسي؟ العربي. نعم. أيوة العربي والفرنسي مش هيك؟ هلا شوف فقط أفرجيك كيف سويت. أهو هيك. هنا الرقم. الرقم أو تحط رقم من الأرقام، وهنا كل آية مقابلها النص العربي. نعم. أنا هيك عملت بالمزامير، هيك كده عمل. تمام. بتحط هيك. وحتى أنت ممكن تحط، تعرف أبونا، عمود في الوسط تحط فيه الرقم. لا، أنا الرقم مع كل واحد منهم رقم، يعني مثلا واحد هون وواحد هون. لا مو ضرورة، ما دام في واحد بكفي، ما هو الموازي له. ايوه موازي له، بس يعني على كل انا عملتها هيك هسه. انا عاملها هيك ماشي. هو انا اعرف انه في ناس يزيدون هون بالوسط يحطوا عمود ويحطوا الرقم يمشي للاثنين. نعم. فهمت علي؟ اللي تريده بس انا عملت بالاسلوب هذا يعني نريد نعطي انه شوف ان احنا الرقم يكتبوه قبل، مو بعد، مثل ما بالقرآن قبل الآية. ايوه. تمام. او انت ممكن تضعه في الوسط اللي تريده. في ترجمات بحطوه بالوسط بس قليل، او حتى في اليمين. وهو السرياني هو نفس الشيء. نعم يمين من اليمين الى اليسار. هو في عمودين مش هيك؟ صح. مثل هيك، فمعناته رقم واحد بيكفي. عمودين. نعم. هو تعمل خانة على اليمين بالأرقام أو بالوسط وتحط فيه الرقم. شفت علي؟ نعم. العربي أنا عملت طريقة أخرى أفرجيك إياها فقط مشان أنت تشوف، يعني ربما يفيد. ما أعرفش أفرجيك مثل هيك أكسي رابيد. هنا لوكسمبورغ. فقط نفرجيه يعني لهذول اللي ما عندهم خبرة بهذا. هذا من أصعب شيء أبونا الترتيب الفرنسي. غيرته 5 مرات حتى يرهم لأنه ما تعرف كيف تخليه يرهم. صعب مش سهل. هنا العربي عملت هيك. أنا عملت هيك، خليه هيك. شفت أنا عملت عمود أيمن. شفت في عمود أيمن؟ ما شفته، ما ظهرت لي. مو ظهر، معناته أنا ظهرت إياه. أخلي أشاركك إياه. خليك أنا أشاركك إياه. هلا أشاركك إياه.
شانجي ديكرو. ايوه انا افرجيك اياه هنا. شايفه هلا؟ هلا شايفه منيح. شوف ابونا هنا انا حطيت عمود باليمين الرسم، وبعدين هنا الرسم الاملائي والرسم العثماني والرسم الكوفي. نعم شفت كيف؟ فرقم واحد بكفي. ممكن واحد على اليمين يكون كافي، واحد للاثنين، او تحطه في الوسط اللي تريده، مشان بس مو ضروره، يعني مو ضروره، بس بكفي رقم واحد على اليمين بحل لك كل المشكله. صح، حل لك كل المشكله. جميل. انا حتركك تشاركنا السريان يا ابونا كيف اشوري، يعني مو عايزين احنا نغلبك بهالشغله هاي كلها. شاركنا هذولا. هلا صارت الساعه 5:55 بس اهو استفدنا يعني على الاقل، مشان الناس اللي عايزين يعملوا بعدين طبعا. هالجمله الاخيره بس خلينا نشوف شاركنا فيها الفقره الاخيره. غزيران يا حزيران. احنا مش شايفين النص تاعك. مش شايفين؟ هلا شاركني. اوكي. هلا شايف؟ لا مش شايف. اوكي لازم اروح لعاد. لكن لازم اروح اشارك من جديد، اعمل لا ايش تخربط المسألة. خربطت المسألة. أشارك شوف. هلا هلا أجل. أيوة بانت هلا خليت بانت بس الشاشة كلها دقيقة. هسه نظمها. أيوة عفارم عليك هيك. هسه زبطت. هسه تمام ضبط. هسه مضبوط ضبط العقال. هسه صح. ايوه ضبط العقال. ايوه تقول لي هلا. ايوه ضبط العقال. اوكي. فهون بس عجيب هاي تبين من تحت. ليش؟ ايوه مش عارف ليش، لانه لازم ايوه هيك يعني افضل شويه، احسن شويه. اوكي. ما مشكله. غزيران حزيران. ايوه يرخى شهر، وهو نودي هناك. الشهر الثالث هو يرخى. تليتايلي ثالث. تليتايا إيلي هو بشيتا في السنة. آتوريتا الأشورية. لكن أبونا عندي سؤال، ليش أنت بتقول بشيتا مش بشنا؟ شيء النون هذه أنا قلت لك هي لما كنا ناخذ أسماء جمع. النون هذه هي فوق شو اسمها، يعني ما تنلفظ بس بالجمع تجي بشيتا تصير بشنة السنوات. بشيتا تصير بشنة ذاك الوقت. تاء تروح وتصير النون هذه مشددة بشنة. بشن. ايوه كذلك عندنا مديتا مدينات. نون في المفرد يعني صامتة، وبالجمع تنلفظ. فهمت. هاي بعض انا عملت ملاحظة شفناها لو ولا شو العقل بالاسم اسماء. انا نسيت. انا شو يعني فاكر اني كمبيوتر. طبعا لازم واحد يراجع كثير مرات. لازم اراجع هيك سهلة. اعرف ما هيك سهلة. يراد له وقت. بدها وقت. يواش. وانا مشغول بطبعة العربية للقرآن، مو فاضل الامور هذول. كومة يعني مثل ما اقول فوق راسي. كومة من الامور. غزيرا يرخى شهر تليتايا ثالث إلى هو شيتا في السنة آتوريت الأشورية. إينا لكن شتيتايلي السادس هو خليها في السنة الرومانية. شيتا روميتا في السنة الرومانية. بعدين بترتب. انتهينا من هذه. وشو عندنا يعني للاستعمال يعني.
إيه شو عندنا في الدرس القادم؟ الترتيبية. إيه شو عندنا في الشهر القادم؟ الشهر إيه القادم نو في الدرس الحلقة القادم. القادمة عندنا العدد الوصفي نجي. إيه طيب هلا نوقف هون لأنه صارت ساعة. ها؟ نعم نعم. إيه طيب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة واكتبوا ملاحظاتكم. يلا أنا أتوقف هون ونرجع لكم للحلقة 13. يلا.